مرحبا. يا سيدي، أمريكا صارت في مأزق، وقام يعني الأمور بسوريا ما بقى تنحل، يعني حتى بالعراق حتى. المهم بالأخير يعني مشان تركيز موضوع سوريا، فنائبة الرئيس الأمريكي قالت له أنا عندي الحل. قال لها تفضلي قولي لي إيش الحل. قالت له هلا بتصل بسمير متين أبو عدنان أبو عنو، هلا هو بركز لنا الحل. اتصلت يا سمير، دخيلك ايدي بزنارك، الحل الله يرحم عيون جدك. الله لعيونك اعطيني نهارين. خلال نهارين طالع مبادرة. اتصل في نائبة الرئيس، قال له طالعتها بعت لها اياها، وكيف الرئيس الامريكي وصار الدول الاوروبية تهني، ويعني لقالن الحل. هيك سمير متين حاج جدبه. ولك الشرق الاوسط الجديد من وقت ما قالت عليه كوندوليزا رايس من قبل ب20 سنة مركزينه، وإيش بده يصير في سوريا عرفانين، وإيش بده يصير بالحرف عرفانين. بس لأزيدك بالشعر البيت، أول مين طالع الفتنة الكردية العربية هو أنت. تاني شي، اليوم مين هذا أبو أحمد اللي بتحكي معه من موسكو؟ يعني هو قلت لي ضابط مخابرات شو ما بعرف. وهون انت بارك في المانيا، وبتعني انت الوضع بين اوروبا وروسيا وكذا، وهذا يعني كمان واحد بده يفهم ايش القصه، ايش انت يعني هذا. يعني بعدها نحن وقت بدنا نسوي شغله فكاهيه، يعني نروح هيك عن نفسنا، بنحط بنتفرج عليك يعني هذا، لاني انت اراكوز، انت مالك صحفي. الصحفي المزبوط بنقد نقد بناء، الشاي مطوبزجي وما مطوبزجي يعني كلام شوارع. بعدها بتقول انا شامي، انا ما حدا بيلعب علي. لك شو هي شامي ما شامي ما حدا بيلعب. لك عيب، لك سمير عيب، لك كبرت طلق، ولك إيه ما بقى يعني تركز. ركوز صار عندك شباب، ركوز حاج جدبه.